هاي، انا وصال، وفي حلقة النهاردة هقولك ليه انت مش بتوصلي لاهدافك بسرعة. اول حاجة العشوائية، يعني ما عندكيش خطة ليومك، ما عندكيش خطة للشهر، ما عندكيش خطة للاسبوع، عايشة كده وخلاص من غير اي تنظيم. تنظيم هو المفتاح اللي هيخليكي توصلي لاهدافك اسرع، حتى لو انت مش اشطر واحدة في الدنيا. تاني حاجة تضييع الوقت، يعني مثلا بتصحي الظهر فجأة تلاقي نفسك المغرب، تبقي قاعدة بالليل تلاقي الفجر أذن عليكي وانت مش عارفة ان الوقت بيعدي، وسايبه نفسك تقعدي على التليفون، سايبه نفسك لوحدك، سايبه نفسك خالص خالص من غير ما تحطي لنفسك ميعاد او تايمر تقومي تتحركي تعملي حاجه فيه. تالت حاجه مستنيه الوقت المناسب. عايزه اقولك ان الوقت المناسب ممكن ما يجيش اصلا، لان لو انت استنيتي انك تكوني احسن نسخه من نفسك، احسن مود، احسن نفسيه، احسن شكل، عمر الوقت ده ما هيجي، او ممكن يجي بعد وقت طويل قوي 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 ويكون المده عدت وانت لسه قاعده في الكومفورت زون وما بقيتيش عارفه ازاي تخرجي منها ومش عارفه ازاي توصلي لهدفك او تحققيه. حتى لو انت موهوبه وحتى لو انت طموحه، كونك تفضلي في الكومفورت زون وتضيعي وقتك كتير وتكوني عشوائيه ومش منظمه. رابع حاجه الاستمراريه، يعني ان انت تفضلي تعملي الحاجه على طول حتى لو انت تعبانه زي ما قلت لك، حتى لو انت مودك وحش، حتى لو انت مش حاسه انك عارفه تعمليها كويس او هتعمليها نص نص او هتقصري او هتغلطي. اهم حاجه تعمليها، لان حصيله المجهود الكتير قوي ده في اخر الطريق هتلاقي عملك حاجه ليها معنى احسن بكتير من ان انت تستني تبقي احسن نسخه من نفسك علشان تعملي الحاجه اللي انت عايزاها. قلت لك اهم حاجه الاستمراريه والكونسستنسي. لو انت عايزه توصلي للي انت عايزاه احسن بكتير قوي من ان انت تستني لحد ما تبقي احسن نسخه من نفسك في كل حاجه. رابع حاجه محاوطه نفسك بناس توكسيك وسلبيين طول الوقت. طول ما انت بتدخلي جوه افكارك وجوه مخك توكسيسيتي وسلبيه، انت عمرك ما هتوصلي لحاجه. وحاجه مهمه بقى لازم اقولك عليها، لو انت في مشكله بينك وبين حد او حد متضايق منك او انت متضايقه منه، كل نفس الشخص ده يتنفسه هتحسي ان انت المقصوده بيه. ما تسمحيش لاي حد انه ياخد من طاقتك او من وقتك او من مجهودك او من مشاعرك او من تفكيرك، والحد ده مش هيفيدك او هينزل منك او هيحبطك او ايا كان. كده كده الحياه صعبه، وكده كده احنا في حرب، وكده كده احنا بنصارع علشان نوصل للي احنا عايزينه، والظروف مش دايما بتبقى مهيئه لا نفسيا ولا حوالينا. فانا مش هستنى انه حد يجي يزود لي الحاجه الوحشه يخليها اوحش، وبالذات لو انت بتحاولي، يعني لو انت بتاخدي كورسات، لو انت بتحاولي تتعلمي حاجه جديده، لو انت بتقومي نفسك بالعافيه حتى لو انت مودك مش كويس، لو انت بتحاولي تكوني اجتماعيه، تغيري من نفسك، تخرجي من الكومفورت زون، انت اوريدي بتحاولي. فطالما انت بتحاولي يعني فيكي امل، يعني هتقدري تعملي حاجه. طول ما انت بتحاولي ما تسمحيش لاي حد سلبي ان هو ياثر عليكي. مش بقول ان هو كلام كليشيه انه حد بقى يجي يحبطك وانت مش هتوصلي وانت مش هتعرفي، والكلام ده بيتقالكيش كده دايركت، بس السلبيه بتكون على شكل مثلا ناس بتضيع وقت كتير قوي، ناس بتتجاهلك، ناس مش بتدعمك. عامه شخص انت عارفاه او بتحبيه المفروض ان هو بارتنر ليكي، مش عايزك تعملي اي حاجه في حياتك، عايزك بس وقتك كله ليه، بيعزلك عن الدنيا بحالها، دي حاجه برضو توكسيك. مفيش حد بيفضل معاكي للاخر. انت بتتغيري وانت عندك 20 سنه غير وانت عندك 30 غير وانت عندك 40 غير وانت عندك 60، وكذلك الحال البارتنر اللي معاكي هو كمان النسخه بتاعته بتاعت دلوقتي مش هي اللي هتكمل معاكي للابد. لازم تعملي حاجه لنفسك، لازم تكوني فاهمه في اي حاجه بتعرفيها، لازم 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 حتى لو الطريق طويل. it's never too late. اوعي تقولي لنفسك ابدا انا متاخره، انا الوقت فاتني، انا العمر عدى، انا مش عارفه ايه. كل الكلام ده صوت داخلي بيأثر على طريقتك بعدين. خليكي متفائله زياده عن اللزوم، خليكي ايجابيه زياده عن اللزوم. يعني لو حتى الدنيا حواليكي بتغرق، انت ايجابيه وانت عندك امل وعندك ثقه في ربنا، ومش مجرد كلام بيتقال بس كده. يعني لو هبقى ايجابيه فالحاجه هتتغير، لا، انا هبقى ايجابيه وهاخد رد فعل وهتحرك. لازم اكون مؤمنه بان ربنا راسم لي حياتي وكاتبها لي. يعني انا مش هفضل افكر مش هفضل اجهد نفسي بحاجه فوق طاقتي انا معرفهاش، بتفكيري في المجهول، وان انا اقارن حالتي دلوقتي بطموحي اللي انا عايزاه او بالحياه اللي انا نفسي اعيشها، وانا امكانياتي ضعيفه او قدراتي ضعيفه دلوقتي. عمرها ما كانت كده، والتفكير ده بينزل لتحت خالص. لازم تكوني مطمنه انه في حاجه اسمها ربنا. ده من حسن حظنا ان احنا عارفين ان في حاجه اسمها ربنا. في ناس اتولدت في الدنيا في دول تانية في العالم الاخر بيعبدوا حاجات غير ربنا. فتخيلي ان انت عندك ربنا وعندك اسباب وعندك قران وعندك صلاه وعندك دعاء وعندك استغفار وعندك صدقه وعندك حاجات كتيره قوي قوي تخلي حياتك تكون احسن رغم انعدام كل الاسباب.
ولو انت مثلا لو في حد كده عمل كتاب عن القصص الملهمه بتاعه الناس اللي كان ما عندهاش اي حاجه وربنا ما كانش سايبهم وربنا ادالهم بعدين حاجات كتيره قوي احسن بمليون مره من اللي هم كانوا يحلموا بيه، سواء كان في وقت قصير او كان في وقت طويل، بس كل واحد ليه قصه مختلفه. كل دول حصل لهم كده عشان امنوا بربنا ووثقوا فيه. فيا ريت لو انت عندك هدف حطي ربنا قدامك في كل حاجه، حتى لو انت غلطتي، حتى لو انت مش احسن نسخه من نفسك، مش عندك فلوس، مش عندك موهبه، مش عندك امكانيات تساعدك، ارجوكي ما تقارنيش نفسك او وضعك اللي انت فيه بلوجر اللي مش عارفه فين اللي في باريس وعلاقاتها وصحابها والبارتنر بتاعها. ارجوكي ما تعمليش كده، لان انت هتكرهي نفسك واوبشن الرضا عن حياتك مش هيبقى موجود والامل هتفقديه. ما تعمليش كده خالص خالص خالص. اهم حاجه لازم تبداي من جوه قبل ما تبداي من بره. مثلا انا كوصال علشان اطلع اعمل فيديوز واتكلم مع الناس قبل كده ما كانش عندي الثقه ان انا اعمل ده، فبقيت اعمل ايه؟ ما كانش عندي ثقه في كلامي وما كانش عندي ثقه في الشكل الخارجي بتاعي. انا كده كنت عارفه ان انا عسوله وجميله ومش عارفه ايه، والكلام ده كان بيتقال لي من وانا صغيره، بس كان بشرتي بهتانه شويه وما كنتش بعرف اتكلم قدام الكاميرا، كنت باجي بنسى كل حاجه اول ما افتح التليفون. فعملت ايه؟ بقيت اخد كولاجين، اخد فيتامينز، واتمرن كتير، واعتني ببشرتي من بره، واستخدم سكين كير كويس علشان احس ان شكل بشرتي بقى احسن وانا بتكلم مع الناس. حتى لو انا في الحقيقه كنت حاسه ان انا جميله، بس لما كنت بطلع قدام الكاميرا كنت ما بحسش كده، رغم ان كل الناس كانت بتقولي عسوله وجميله ومش عارفه ايه، بس ما كنتش ببقى واثقه. بقيت اعتني بنفسي من جوه، اشرب عصاير طبيعيه، باخد كولاجين، بقيت استخدم زاويه تصوير كويسه واضاءه، واهتم بشعري واعمل شعري كويس قبل ما اطلع. شعري بصراحه ما بعملوش كل مره يعني، بس ايه يعني بحاول اخلي شكله حلو. انا لسه لحد دلوقتي مش حاسه ان انا بعبر عن نفسي، يعني حاسه ان انا بذاكر كلام او بقرا كلام وبطلع اقوله، بس انا كوصال شخصيتي والاتيتيود بتاعي لسه مش مرتاحه قوي ان انا اظهره قدام الكاميرا، مع ان لسه محدش يعرفني، بس ايه يعني حاسه ان الحاجه دي هتيجي مع الوقت. انا كده عامله تشالنج. التشالنج ده مدته 40 يوم، كل يوم هنزل حلقه وهشوف البروجرس او التقدم، يعني في ناس بيشوفوني وفي ناس مهتمين بالكونتنت بتاعي ولا لا، عشان انا في مرحله دلوقتي مش مبسوطه منها خالص، وهي ان انا فاقده الامل جدا وحاسه ان انا بعمل حاجه ملهاش لازمه ومحدش بيشوفها. فانا هعمل اللي عليا، قلت هجيف ات تشانس وهجتهد قوي كل يوم هفضل كونسيستنت. لو في بروجرس هكمل، لو مفيش مش عارفه، بس ايه اتمنى انه ما اقفش لحد هنا، لان انا بجد نفسي اكون الحاجه اللي انا عايزاها من وانا صغيره، وان انا اكون مذيعه عشان انا دخلت اعلام عشان ابقى مذيعه، واذاعه وتلفزيون عشان ابقى مذيعه، حاجات كتيره قوي، بس ايه يعني مش عارفه بجد. اخر حاجه المفروض تعمليها علشان توصلي لهدفك اسرع، اوعي تضغطي نفسك، اوعي تضغطي نفسك في اي حاجه. الحاجه حصلت تمام، جابت خير تمام، ما حصلتش انا لسه زي ما اعصابي هاديه، نفسيتي مرتاحه. اوعي تضغطي نفسك، لان كلنا عباره عن كاب اوف انرجي، يعني كوبايه مليانه طاقه. كلنا بيبقى عندنا نسبه، وده ربنا خلقنا بيها. في واحد بيبقى عنده قوه تحمل عاليه قوي، في واحد تاني بيبقى عنده قوه تحمل صغيره، وحد يبقى ايه متوسط. فانت لازم تفهمي نفسك، تعرفي الانرجي بتاعتك او الكاب اوف انرجي بتاعتك مليان لحد فين. لو عرفتي مش هتحملي نفسك فوق طاقتها، لان انت في الاخر هتخسري وهتندمي وهتتعبي. وبجد المكسب الوحيد اللي في الدنيا ان انت تكوني دماغك مرتاحه ونفسيتك واعصابك هاديه، ما تخليش اي حاجه في الدنيا تاثر عليكي. بس كده، دي كانت حلقه النهارده، انا خلصت. استنوني الحلقه الجايه، ممكن انزلها بكره، هتكلم معاكم برضو عن موضوع جديد. يا رب يعجبكم. باي.